صباح الخير على الحلوين اللي وحشوني جدا بجد. النهارده بقى هنعمل وصفة كده من اختراع ماما باللحمة الموزة مع شوية لسان عصفور. بس كانت الأكلة تحفة اختراع بجد. الطريقة سهلة وبسيطة وهتتعمل في حلة واحدة كده، مش هتحتاجي انك تعملي حاجات كتير يعني. فيلا بينا نبدأ ان احنا نشوف الوصفة بتاعتنا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب معلقه كبيره من السمنه ونسيبها تسخن، وبعد كده هنبدا ان احنا ننزل باللحمه بتاعتنا. طبعا هنبدأ ان احنا نشوحها كده فيها، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط نص معلقة فلفل كده صغيرة وبس. وهنبدأ ان احنا نقلب اللحمة كويس قوي قوي. لو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. دلوقتي احنا حطينا النص معلقة فلفل اسمر، وبدأنا ان احنا نقلب دلوقتي اللحمة. الموضوع سهل جدا، والاكلة دي ماما مرة واحدة كده لقيتها قالت لي هعمل لك اختراع تنزليه على القناة جامد جدا. فقلت لها طب يلا بينا، عشان ايه انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، فكانت بقى بصراحة تستاهل ان انا انزلها لكم على طول. دلوقتي اول ما اللحمه بدات انها تاخد لون، هنبدا دلوقتي ننزل بشويه ميه على اللحمه انها يعني تغطي مستوى اللحمه بس. وهنبدا ان احنا نغطي بقى الحله بتاعتنا ونحطها على عين تانية، ونبدا دلوقتي نحمر اللسان عصفور عشان بياخد شويه وقت. فعلى ما دي تستوي يكون لسان عصفور اتحمر. هنحتاج كيس من المكرونه او مثلا كيسين على حسب طبعا عدد الاسره، مع معلقة طبعا سمنة بقى كبيرة كده. ونبدأ ان احنا نحمر اللسان العصفور بتاعنا، ونبدأ ان احنا نقلب فيه كتير كتير. ما نسيبهوش عشان ما يتحرقش، وما نغمقش لونه برضو عشان يبقى طعمه حلو. عاوزينه كده يوصل للون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هو ده كده اللون المناسب جدا. دلوقتي اهو اللسان العصفور بقى جاهز معانا اهو، واتحمر كويس جدا ووصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه. نرجع بقى تاني للحمة بعد ما شربت المية بتاعتها، نبدأ ننزل بشوية خضار، وهو طماطم على فلفل على جزر، وكل الكلام كده مع بعضه متقطع صغير، وهنبدأ ان احنا ننزل بيه. وطبعا بيبقى عليه رشة من الملح. نديهم بقى كده تقريبا كويسة جدا جدا مع اللحمة. دلوقتي هنحط معلقة كده من الملح على نص معلقة فلفل أسمر. دلوقتي هننزل باللسان عصفور على اللحمة. عايزه اقول لكم ان كانت ريحتها جامده جدا، وطبعا لونها وشكلها كان يعني بجد حاجه كده تجوع. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا ننزل بالميه عشان طبعا اللسان العصفور يستوي. هنديهم بقى كده تقليبه كويسه، وبعد كده هنسيبهم على نار هاديه، ونحط الشياطه عشان طبعا اللسان العصفور ما يلزقش. وبعد كده هيكون بقى جاهز معانا ويستوي معانا. ودلوقتي بقى هنقلبوهم في صينيه، طبعا بيبقى الشكل خطير جدا. وشوفوا بقى الجمال والعظمة اللي ماما بتعملها لنا بجد، يعني وصفة حرفيا اختراع. هو اختراع ماما. انا مش لاقية ليه اسم غير ان هو حاجة عظمة جدا. طعمها كان حلو قوي وريحتها كانت حلوة جدا، فجربوها مش هتندموا بجد على تجربة الوصفة دي. انا مش عارفة اديها اسم لغاية دلوقتي من كتر ما هي جميلة جدا، يعني مش لاقيه لها اسم ان انا اوصفه بيها. بس ممكن نلاقي لها حاجة كده ونسميها كبسة لسان عصفور، عشان هي فعلا عظيمة يعني بجد. هي حلوة جدا. وطبعا طعم اللحمة كان حلو لان هي مستوية مع اللسان العصفور، ولسان العصفور كان حلو قوي.
ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نغرف الطبق وشكله بقى الجميل. فما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. وطبعا اختراعات ماما دي بتبقى حاجة تانية يعني، بنزلها لكم على طول. فاشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.